السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، فيديو النهاردة جديد كده مختلف وفيه أفكار بمناسبة بقى اللمة، بمناسبة عيد الحب، وبمناسبة اللمة اللي في الأعياد وفي رمضان. طبعا رمضان شهر عبادة وكل حاجة، بس برضو بيبقى فيه أوقات كده بين التراويح والفطار ممكن نرغي مع بعض، وممكن نعمل أي حاجة بنحبها. فأنا النهاردة جايبالكم حاجة مختلفة وفكرة جديدة ليكوا وللمة وللمخطوبين والمتجوزين والتغيير وكل حاجة، عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا نبدأ الفيديو واقول لكم ايه الحاجات اللي انا جبتها. طيب اول حاجة كده يا بنات، انا الاوردر ده جاني من وقت عيد الحب. الفيديو ده اتصور مرتين ونزلته واتمسح وصورته تاني، فما تستغربوش ان هو متأخر او ان هو نزل متأخر. لا، انا كنت هنزله في وقته بس للأسف اتمسح فهنزله تاني. طيب اول حاجة كده يا بنات، اللعبة دي بصي يا بنات، دي لعبة هي للكبار اكتر. المفروض ان يستخدمها من 4 ل6 اشخاص، مش اقل من كده، علشان تستمتعوا بيها. بصي يا بنات، هي اسمها قول او اعمل. هي طبعا ترند جدا على الفيسبوك واليوتيوب والانترنت عموما، فهي بصراحة خطيرة جدا. اسمها قول او اعمل. بصي يا بنات، هي بتبقى كده مكونة من 4 باكت. الباكت كده قول او اعمل بتيجي كده بباكت زي ما انتوا شايفين، وبيبقوا 4 كده. بتحطوا كل 2 على بعض، يعني قول على بعض لوحدها واعمل على بعض لوحدها. حلوة جدا، واحنا بصراحة مخلينها لوقت كده رمضان واللمة بعد الفطار، بين الفطار كده والتراويح نبقى نلعب فيها مع بعض في عزومات في حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية بتبقى هو ده كده شكلها، هي زي بورد مرسومة، وبيبقى فيه كوين كده. الكوين دي بتبقى ألوان، كل واحد بيختار لون، وممكن بقى انتوا تزودوا اي حاجة. يعني لو انتوا اكتر من 6 اشخاص ممكن تحطوا اي حاجة كده تتحركوا بيها. بصي يا بنات، هي مرسوم عليها كده البداية، وكل اشارة بيبقى لها حكم، وكل حكم بيبقى له علامة وبيبقى له نقط وكده. بصي يا بنات، انتوا بتحطوا كل الكوين كده عند نقطة البداية، وبتبتدوا ان انتوا تسحبوا بالدور. هتبدأوا من اليمين من الشمال حسب ما ترتبوا نفسكم. اول حد بيبدأ بيختار قول، بيختار من كارت قول وبيقراهم. جاوب تمام بيطلع خطوة لقدام. لا ما جاوبش بياخد كارت اعمل. اعمل دي بيبقى فيها حكم، لو ما عملش الحكم كمان، يعني ما قالش على السؤال، ما جاوبش عليه وسحب كارت اعمل وما عملش الحكم، بيرجع خطوتين وهكذا، يعني لحد بقى ما حد يكسب. وهي اللعبة اصلا ما بتنتهيش، لان مفيش حد بيبقى عنده الجرأة في بعض الاسئلة، ومفيش حد بيبقى قادر ساعات ان هو يعمل الحكم. فهي بصراحة خطيرة خطيرة وممتعة جدا جدا جدا. وانتوا بتتحركوا في علامات كده، كل علامة ليها حكم لازم ينفذها. دي كده اللعبة ببساطة، ويا رب اكون قدرت افهمها لكم ولو بحاجة بسيطة. تعالوا بقى كده نقرا مع بعض شوية حاجات من اللي مكتوبة في قول او اعمل. هاخد كده معاكم واختار كده بشكل عشوائي. انتوا بتحطوا البورد كده عادي، وبتبتدوا تحطوا الكوين، كل واحد بيمسك الكوين بتاعه وبترتبوا نفسكم، وبعد كده بتبتدوا انكم تحطوا الكروت على بعض. هوريكم كده، هنسحب مثلا بشكل عشوائي من قول. مثلا قول دي يا بنات مكتوب فيها اول انطباع اخدته من اللي قاعدين اول ما عرفتهم. كل واحد بقى فيكم هيقول اللي سحب ده هيقول عن كل واحد فيكم اول انطباع اخده. ممكن اكون قادرة اقول مثلا ان انت شفتك متكبر، انت شفتك مادي، انت شفتك طيب. في حد ممكن ما نقدرش نقول اول انطباع، مثلا يكون يضايق يزعل، فهي دي حاجة حلوة جدا. اعمل بقى مكتوب فيها اشرب مية او حط 10 طبقات من المسكرة. تخيلوا لو ولد اكيد مش هيقدر يعمل ده. فبجد هي حلوة جدا وممتعة، يعني انا حبيت كده اوريكم الفكرة بتاعتها بسرعة، عشان في حاجات تانية كتير. تعالوا بقى اوريكم الحاجة التانية الخطيرة الروعة
اللي انا كنت فعلا متحمسة جدا جدا انها توصل عشان استخدمها. بصوا يا بنات، برغم ان انا خطيبي يعني اتخطبنا عن معرفة، يعني احنا كنا اصلا زمايل قبل كده، بس بصراحة كنت متحمسة ليها جدا، وقعدنا نضحك ونهزر كتير، وكان فيها اسئلة كرياتيف وحلوة جدا. فدي حلوة قوي لو انتوا مخطوبين صالونات. البنات اللي بتشتكي ان هي مش بتعرف تفتح كلام، او بيقعدوا ساكتين وقت طويل، او هو اصلا مش شخص متكلم او كده، فدي هتفتح معاكم مواضيع كتير جدا جدا. هو مكتوب في الكارت ده طريقة اللعب، ومكتوب فيها انك شكرا ان انتوا اخترتوا ان انتوا تشتروا اللعبة بتاعتنا، وان البراند هتعجبكم، وانها حاجة حلوة قوي انها هتخليكم تقربوا من بعض وكل الكلام ده. تمام. تعالوا بقى اوريكم كده الفكرة بتاعتها. هي برضو فيها تحدي اللي هو حكم، وفيها اسئلة. كل واحد فيكم بالدور بيسحب خمن اللي هو السؤال، ولو ما جاوبوش بكل بساطة او جاوبوا غلط بيسحب التحدي ويعمل التحدي. مثلا حد سحب السؤال او اللي هو خمن، مكتوب حاجة كنت مبسوط جدا وانا بعملها لك، فانتي مثلا عارفة الاجابة، وليكن مثلا انا كنت مبسوطة لما عملت له حفلة عيد ميلاده، فهو جاوب اجابة غلط، فانتي بتقولي ان الاجابة دي غلط، فبيبتدي ان هو ياخد حكم. مثلا هنا مكتوب غير صورة البروفايل بيتكشر من الايموشن، فهو هينفذ الحكم او مش هيرضى ينفذ الحكم، فانتي تبتدي تطلبي منه مثلا يجيبلك شوكليت مقابل ان انتي هتسامحيه ان هو ما يعملش الحكم او كده. فدي حاجة حلوة جدا. هي دي الفكرة بكل بساطة بتاعت لعبة الكابل، ودي خطيرة قوي بقى بمناسبة عيد الحب والكلام ده، فهي حلوة قوي وفي وقتها، ومناسبة لكل البنات اللي عندها مشاكل ان هي مش بتفتح كلام او كده. تعالوا مثلا مكتوب هنا تاريخ اول يوم اعترفت لك فيه اني بحبك، حاجة تقبلتها فيا وهي مش عاجباك. فدي مثلا ان هي مثلا حاجة حلوة هتخليكوا تفتحوا موضوع اللي هو بجد، يعني انا مثلا الحاجة دي بتضايقك، فانت عرفتي حاجة بتضايقه وهو متقبلها وبيعديها لك وكده، علشان مثلا هو بيحترمك او بيحبك او كده، فانت هتقدري النقطة دي. بصوا هتلاقي نفسكم بتبتدوا من سؤال ترغوا في مواضيع تانية. زي مثلا دي كده مكتوب فيها مكاني المفضل في السفر، فتلاقيه مش عارف، تقولي له ايه ده انت مش بتحب السفر؟ لا ده انا بحب اسافر. طب هو احنا ممكن نسافر كل قد ايه؟ طب انت ليه مش بتحب تسافر؟ يعني بجد تحفة تحفة، روعة روعة روعة، ومش هتندموا انكم بجد تجيبوها. في احكام مثلا انكم تعملوا تيك توك مع بعض، وعلى فكرة احنا بنعمل تيك توك على طول وبنموت على نفسنا من الضحك، بجد تحفة. هنا مثلا مكتوب اتصوروا مع بعض دلوقتي في ابلكيشن سناب شات، فهتعملوا كده ذكريات وبجد حلوة جدا جدا، تحفة يا بنات ومش هتندموا عليها. تعالوا بقى كده اوريكم اخر اللعبة اللي بعد كده يا بنات، وهي حلوة قوي وبسيطة وبرضو خطيرة. هي كاردز كده كتير اسمها من غير كلام، وهي عبارة عن مسرحيات ومسلسلات وافلام، فيها بقى كل حاجة، كل كارت فيه فيلم ومسرحية وأفلام ومسرحيات ومسلسل فيلم ومسرحية ومسلسل فيلم ومسرحية ومسلسل، وبتختار بقى تفضل تشرح كل واحد فيهم وتجاوبوا بقى زي اللي احنا بنلعبها العادية جدا. فبجد خطيرة جدا وفي اللمة حلوة قوي وهتعجبكم جدا. المفاجأة بقى الخطيرة ان ال3 لعب دول يا بنات ب200 جنيه بس، وفي ألعاب تانية كتير وأفكار تانية كتير. لعبة كابل دي لوحدها على الانستجرام ب300 جنيه و350، وده مش إعلان خالص، الحاجة دي أنا دفعت ثمنها وصلني لحد البيت بالشحن وكل حاجة، بس أنا جبتها من لعب صفحة اسمها تويز، تحفة جدا 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 ورخيصة جدا جدا جدا. وعايزة اقولكم ان هما بيحاولوا الناس الصفحات الكبيرة تقفل الصفحة دي، لانها تعتبر ضربتهم، اخدت الافكار وعملتها بسعر رخيص،
فاتضربت، وبجد انا مبسوطة جدا، مش عشان حاجة، كلها ارزاق، بس ليه لعبة حلوة زي كابل دي تتباع ب350 جنيه، وهي كل اللي فيها طباعة وورق، فبجد تحفة جدا. بس كده يا بنات، كده الفيديو خلص، واشوفكم في